السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا. النهارده معايا وصفه سهله جدا وتشرفك. لو عندك عزومه اعملي رول الفراخ المحشي وهيشرفك من غير ما يكلفك. رولات الدجاج من افخم والذ الاطباق اللي ممكن تعملوها، مقادير كلها من البيت، حاجه سهله وشكلها شيك. بصوا الجمال عامل ازاي. تعالوا نقطع سوا ونشوفها من جوه عامله ازاي. شايفين بتقطع بكل سهوله، ولا مفكوكه ولا فيها اي حاجه. بصوا الحلقه بتطلع معايا سليمه، هي بس سخنة عليها شوية. هقطعها حلقات التقطيع اللي انا احبها، ومعاها احلى صوص مشروم. ممكن تعملي جنبها مكرونة رز، انا بصراحة كنت عاملة جنبها رز. شايفين الجمال عامل ازاي؟ واو. اعمليها لولادك هينبهروا بيكي. تعالوا نشوف المقادير. عندي هنا ربع كيلو لحمة مفرومة او الكمية اللي انت تحبيها، وعندي بصلاية مفرومة ناعم، وعندي كوباية كريمة لباني، وعلبة مشروم. عندي هنا بقى نص كيلو صدور على نص كيلو وراك. انا حبيت الكيلو كله معملوش وراك او صدور عشان يبقى طري وحلو. انا حاطه صدور على وراك. وعندي هنا جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر، برضو الحشوه اللي انا احبها مفيش مشكله. تعالوا بقى نشوف هنعمل الكلام ده كله ازاي. اول حاجه هعصج هنا اللحمه. هحط يعني اللحمه على البوتاجاز وابدا افتت فيها كده عشان تستوي معايا كويس. اهم حاجه الطاسه تبقى سخنه، انا لسه ما حطيتش اي ماده دهنيه. تمام، اللحمه بدات تاخد معايا لون اهو. هبتدي بقى احط عندي البصلايه بتاعتي المفرومه، واحط معايا معلقه زبده، واحط التوابل بتاعتي. انا حطيت بس ملح وفلفل اسمر، مش اكتر من كده، حاجه بسيطه وسهله. احط معلقه الزبده واقلم الكلام ده كله مع بعض لحد ما يستوي. زي ما احنا شايفين ادي الملح وادي الفلفل الاسمر. مش عايزه اي حاجه تغير لي طعم اللحمه، بس مش اكتر من كده. واقلب بقى الكلام ده كله مع بعض لحد ما اللحمه تستوي عندي كويس. زي ما احنا شايفين هطفي عليها كده، استوت. هطفي عليها وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هجيب عندي ورق فويل وفوقيه ورق زبده عشان الف الرول بتاعي الفه كويس. لازم احط ورق زبده يا جماعه، عشان ما ينفعش الف على الالومنيا، غلط جدا. هجيب عندي معلقه زيت وابتدي ادهن الرول بتاعي ورق الزبده، يعني هدهنه كويس جدا عشان خاطر لما افرد الفراخ بتاعتي ما تلزقش معايا وانا بلفها رول. هنشوف مع بعض. انا كده عندي كيلو الفراخ المفرومه، حاطه معاها بابريكا وملح وفلفل اسمر ومعلقه 7 بهارات، بس مش اكتر من كده. وضربتهم مع بعض في الكبه، طلعت معايا بالنتيجه دي زي ما احنا شايفين. ابدا بقى افردها كويس جدا عشان ما تبقاش تخينه، انا عايزاها بسمك رقيق عشان هلفها كذا لفه زي ما احنا شايفين اهو. وابتدي يعني اسويها كده من كل الجناب عشان يبقى شكلها حلو. وابتدي بقى احط الحشوه بتاعتي. اي حشوه انت عايزه تحطيها دي حريه. ينفع خضار سوتيه، ينفع جبنه بس، ينفع لحمه بس، اللي انت عايزاه. زي ما احنا شايفين هحط اللحمه المفرومه طبعا مستويه، بس هبعد عن الحروف عشان اعرف الف الرول بتاعي كويس. يعني ما اقربش للحروف، يعني اخد زاويه شويه كده وابدا احط الحشوه بتاعتي. احط فيها الجبنه وواحده واحده عشان الرول ما يشققش معايا او يحصل له اي حاجه. لازم نتعامل معاه بالراحه جدا، ولازم نستنى اللحمه تبرد. يعني اهم حاجه الحاجه تبقى عندي بارده زي ما احنا شايفين بقى. بصوا الخطوه دي مهمه جدا. بصوا الزيت ما خلاش الرول يلزق ازاي. بصوا تاني هلف تاني واضم الرول. بصوا شايفين، بصوا بتشال بكل سهوله ازاي. تاني هلف تاني لحد ما الرول بتاعي يخلص. زي ما ياخد اهو 3 لفات 4 لفات اهو. بصوا شايفين ورق الزبده، هو ده اللي هيسهل معايا الموضوع وهيخليني اعرف الفه. هبتدي بقى اضمه كويس جدا واقفله زي البونبونيه. خطوه مهمه جدا يا جماعه عشان السوا، مرحله السوا ما يخشش فيها ميه او اي حاجه. هقفله كويس من الحرفين زي ما احنا شايفين زي البونبونيه بالظبط. وهلفه تاني في ورق فويل لوحده تاني عشان اتاكد ان الميه ما تخشلوش.
تمام زي ما احنا شايفين. بصوا قفلناه ازاي، سهل جدا. بس لو مشينا الخطوات صح، هجيب عندي الصينيه بتاعتي بتاعت الفرن واحط فيها ميه مغليه، واخلي الفتحه بتاعه الرول من فوق زي ما احنا شايفين اهو. شايفين فتحه الرول منين؟ من فوق. وكل ما الميه تنشف وهو في الفرن افتح وازود ميه. نيجي بقى على خطوه الصوص. هجيب عندي شويه زيت مع معلقه زبده عشان الزبده ما تتحرقش مني في الطاسه، واحط عليهم المشروم. انا كده سايبه الرول بيستوي، هياخد ساعه ونص في الفرن، واعمل الصوص عشان لما يخرج هسيب الصوص ده. زي ما احنا شايفين هنخلي المشروم ياخد لون شويه، وانزل عليه ب4 فصوص توم مفرومين ناعم، وابتدي اقلب الكلام ده كله مع بعض يعني 10 دقايق، وانزل عليه بمكعب ماجي وكوبايه ميه. لو عندي كوبايه شوربه مفيش مشكله، انا عشان ما عنديش شوربه فانا عملت كده. وهنزل بقى بكوبايه الكريمه اللباني واسيبهم 10 دقايق على النار. بس احط بقى الملح بتاعي وشويه فلفل اسمر واسيبهم. زي ما احنا شايفين انا كده عدى ساعه ونص يا جماعه. طبعا الميه كل ما كانت بتنشف كنت بفتح وبزود. انا بصوا يعني مش قادره اقول لكم عامل ازاي. بصوا ولا خدشه فيه ولا مفتوح ولا حاجه طلعت منه. هبتدي اجيبه عندي انا شايف الصينيه بتاعتي من الميه، واكون محضره عندي طبق فيه معلقه زبده ومعلقه كاتشب ومعلقه صلصه، وادهن بقى الرول بتاعي وادخله تحت الشوايه دقيقتين. اتابعه طبعا عشان ما ينشفش مني، ياخد لون واطلعه. زي ما احنا شايفين مع بعض الكلام ده كله. بصوا انا كده دهنته خلاص، هدخله بقى الفرن تحت الشوايه. انا كده خرجت بقى الرول بتاعي، شايفين شكله عامل ازاي؟ بصوا الجمال بقى والحلاوه. حاجه سهله وبسيطه، التغيير مطلوب يا جماعه. جربي، ما فيهاش مشكله. فيها ايه لما نجرب؟ يبوظ مره يبقى كويس مره، هتيجي. زي ما احنا شايفين كده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا والفيديو عجبكم، وما تنسونيش في لايك واشتراك وتعليق، وشيروا الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.